جينا هنا الجنينة. كنت عايز اكلمكم في موضوع، يعني كنت مستني ان انا اوصل لمرحلة معينة عشان اقدر اتكلم فيه. ان انا اصلا في حاسبات، تمام؟ ما اتكلمتش بقى عن الكلية نفسها والمواد بتاعت الدراسة بتاعتها. مثال بسيط جدا زي ما انتم شايفين كده. الكلية مناسبة ليك انت كشخص او لا، وهقول انت تخشها وانت ما تخشهاش. يبقى حلو قوي لو خليت ده ينزل وده يطلع، الاتنين بقى قريبين من بعض. اي نعم مش هيبقى شغفك قوي، ومش هيبقى برضه نسبة 100% من الدخل المادي، لان اكيد ممكن تلاقي حاجات اعلى. حلوة جدا. شباب الصراحة مفتقد إلى الحياة البسيطة البطيئة، بعيدا عن سرعة الحياة بتاعت دلوقتي وعن زحمة المدينة، لأن أنا عايش في القاهرة. فطبعا برضو ده هتحس الحياة سريعة جدا، فجيت هنا إيه أفصل شوية. فين حضرتك؟ طب سلم، عايز تسلم تعال. السلام عليكم، ايه الأخبار؟ أحمد لسه جاي طبعا، شفتوه كان في الجيش، فاكرين؟ الشعر ده كله ما كانش موجود. فلاش باك دي الفلوج بتاع الجيش. لازم ياخد معاه اي دواء عشان لو كده هتعيا هناك. طب لو عاوز تجيب دواء من هناك ينفع؟ مفيش اصلا حاجه هناك. دلوقتي الحمد لله الواد يعني دقنه طولت وشعره طولت وبقى شكله مزي يعني. فجيت النهارده كده بقى، اصل انا انا حاليا طالع ثالثه حاسبات، فشفت ان هو وقت مناسب ان انا اقدر اتكلم، لان مش هتكلم في حاجه برضه انا ما عشتش فيها او كده، يعني مش عايز افتي. فقلت استنى شويه، اصل انا مثلا اكبر شويه بقى لي حبه في الكليه واتكلم. يعني انا دايما بحب ان انا امر بالتجربه عشان اقدر اتكلم عليها، مش هتكلم على حاجه انا ما مريتش بتجربتها. يا جدعان احمد شنطته كانت ضايعه وطلع بره الجنينه وقعد يدور عليها ولسه لاقيها. ايه يا ابني لقيتها فين؟ شايلها في سوبر ماركت. السوبر ماركت؟ فوق بقى بالله عليك. امتى ممكن طيب تقول ان كليه حاسبات كليه مناسبه ليك او كده؟ بس انا عايز اوضح حاجه في الفيديو ده، انا مش هقول كليه مناسبه ليك انت كشخص او لا، وهقول انت تخشها وانت ما تخشهاش، لا. انا هقول ان هي مثلا فيها شويه حاجات، فانت لو بتحبهم وانت عارف كده عن نفسك انت مثلا بتحب كذا وكذا وكذا، فهقول ان هي نوعا ما هتكون مناسبه ليك. كليه ممكن تكون مثلا لحد هو بيحب شويه الحته بتاعت تشغيل الدماغ او حل المشاكل، حاجه مثلا ان انت ما تحبش تفضل في الحاجه اللي انت فيها دايما، لا انت دايما بتمر بمشاكل جديده. ممكن تلاقي في نسبه رياضه داخله في المجال اللي انت فيه، هي مش رياضه صريحه، ولكن ممكن تلاقي فيه مثلا نسبه من معادلات رياضيه او حسابات بس مش قويه قوي. وطبعا المجالات في حاسبات كتير جدا، يعني يكاد يكون رقم ضخم. انا برضو ما اكيد ما اختلطتش حتى بتمن الشغلانات بتاعت حاسبات، بس انا مثلا انا هتكلم برضو عن مجالي، انا باك اند تكنولوجي اسمها دوت نت، فممكن بتكلم شويه عن اللي انا اختلطت بيه، الجزء اللي انا عندي خلفيه شويه عنه. بقول لو حد دخل حته قريبه شويه من الويب في الباك اند او كده، فممكن الكلام اللي هقوله هيكون بالظبط. انت هتلاقي نفسك ان انت شويه لو حته الرياضه دي عندك حلوه شويه، وحته تشغيل الدماغ حل المسائل. فاكر انت المعادلات بتاعت الرياضه بتاعت اعدادي وبتاعت ثانوي لما تحل مثلا معادله رياضيه ومش عارف ايه وبتاع، حته اللي هي فيها حسابات وفيها كده، هتلاقي في نسبه شويه كده، لان انت مثلا بتعمل الجوريزم، والالجوريزم دي مثلا بتكون بتعمل حاجه معينه. فده مثلا كشغل واحد باك اند، يعني كان بقى باك اند في ايه، مثلا ممكن باك اند في الويب، او ممكن الموبايل ابلكيشن، او ممكن الديسكتوب ابلكيشنز. الباك اند كله يعتبر اللوجيك كله او الكونسيبت بتاعه كل واحد، ان هو فيه لوجيك كتير وفيه تشغيل دماغ كتير، ايا كان بقى ايه الابلكيشن شكله عامل ازاي، دي مش القصه بتاعتنا خالص. يا جدعان احنا دلوقتي نعمل قهوه اصليه بقى، اسبريكايه اصيله. ادي السبريكايه وادي الكنكه بتاعتنا. تفتح التانك ده كده وتحط هنا سبيرتو، تحط ورقتين، تمام؟ ليه بقى؟ لان انا هعمل قمع احط ليه السبيرتو في السبريكايه في مكان. القمع ده المفروض ان انت تدلق السبيرتو ويخش على الايه؟ حط قد ايه؟ حط شويه يا عم، ولع فينا خلينا نخلص. اوريكم انا برضو حته من الحته بتاع التفكير المنطقي دي كده.
طبعا يا جماعه الخير والنظر ان انا قلت لكم ان انا هوريكم حاجه الاكواد مثلا عندي على الجهاز. فانا هنا عملت مثال بسيط جدا زي ما انتم شايفين كده. المثال ده عباره عن فانكشن هشرح لحد مش في المجال خالص. عايزين اديكم مثال بسيط قوي من شغل مثلا لحد مثلا باك اند بيكتب لوجيك او كده، شكل الدنيا عامل ازاي برضو عشان انتوا فاهمين الاكواد دي شكلها عامل ازاي. احنا عملنا هنا فانكشن اسمها تشيك باسورد، دي بتشوف الباسورد بتاع اليوزر مثلا بيعمل لوجن على الفيس على الانستجرام ما اعرفش ايه، تمام. بس طبعا ده مثال بسيط قوي يعني قريب من الشغل، بس طبعا الشغل بقى فيه ايه بقى نفس اللوجيك ده بس كتير بقى يعني تكتب اكتر، بس هو مش هيبقى اختراق علمي، لا هيبقى برضو ايه مفهوم يعني. الفانكشن دي اسمها تشيك باسورد، تخش لها هنا مدخلات وبتروح كاتبه لنا رسالتين يا تكتب دي يا تكتب دي، بيخش لها الباسورد بتاع اليوزر انبوت باسورد، تمام. وعندي هنا جوه الفانكشن في حاجه متخزنه اسمها كوريكت باسورد، ده الباسورد اللي هو الريفرنس بتاعنا اللي هيراجعه بتاع اليوزر يشوف لو باسورد اليوزر اللي دخله بيساوي الباسورد الريفرنس ده معناه ان هو صح، ما بيساويهوش غلط. فبالفعل احنا عاملين هنا اف كونديشن تقول لك انبوت باسورد اللي هو اللي فوق ده بتساويه بالكوريكت باسورد اللي هو اللي متخزن هنا ده دي اف، يعني بيقول له لو ده بيساوي ده هتكتب له باسورد از كوريكت، وغير كده ايلس هتكتب له باسورد از انكوريكت. بس مثلا يعني ده مثال بسيط جدا. يعني كنت دخلت دوره ريمي اسماعيل لو حد يسمع عنه يعني، هو طبعا راجل معروف، فكان بيتكلم عن انك ازاي تختار كاريرك. فبيقول ان انت لو في مواصفات انت مثلا كمثلا احمد مثلا ما بيحبش المغامره، مش عايز يشتغل شغلانه فيها ريسك. احمد مثلا ما بيحبش الحركه الكتير، ما بيحبش الترحال الكتير، يعني يقعد يسافر وبتاع وكده. فممكن تشوف بقى المواصفات دي في انهي شغلانات ليك، وغالبا الشغلات اللي انت تلاقي فيها المواصفات دي هيكون انت مستريح معاها. مش هقول لك ان انت شغوف بيها وبتحبها، بس مستريح معاها. وحته الراحه دي مهمه جدا. ما انت برضو لازم تركز ان حته الشغف مش لازم تكون هي شغلانتك، لان خلينا واقعيين مش دايما شغف كل الناس ممكن يوصلهم للشغلانه بتاعتهم. انا معاك ان في ناس كده بتجيب فلوس من الموضوع ده، بس قصدي عامه يعني خليك برضو واقعي للحته اللي انت فيها، وخلي الشغف ده في المرحله الثانيه. يعني ممكن مثلا لما انت تبقى خلاص تستقر وتشوف دنيتك وبتاع ومش عارف ايه، وتشوف الشغلانه اللي انت ممكن تريحك ماديا، ساعتها اجري لشغفك طالما ما في مصدر مادي هيدعمه. الدنيا دلقلت بسرعه قوي، الدنيا دلقلت. وتقريبا هيولع فينا معاه. باولو يا باولو منتج يا باولو. هنا لحظه الخطوط يولع السلاح. نطلع البن بتاعنا يستحمل يعني حاجه كده ايه اساد. بلاش ان انت تقع في غلطتي. وانا صغير اصلا دخلت هندسه، بعد كده حولت، فبرضه عايز ان شاء الله كده اما اعدي شويه وقت اكتر زي ما عدى شويه وقت، فكنت شايف ان هو مناسب ان انا اتكلم عن حاسبات. برضه اما شايف ان هو وقت مناسب اتكلم عن تحويلي من هندسه، ان شاء الله بعمل لكم الفيديو ده يعني. بس اللي عايز اتكلم فيه يعني خلي دايما الشغف في المرحله الثانيه، لان انت مثلا لو بتحب حاجه وكل حاجه هي مش بتوفر لك كل احتياجاتك الماديه، فانت مع الوقت غصب عنك يعني ضايق منها، او يعني انت برضه محتاج تعيش كانسان، فمحتاج احتياجات. وسيب بقى لو انت هتتجوز ولو انت هتخلف واولادك عايزين حاجات، ولو لقيت ان انت مثلا الحاجه اللي انت شغوف بيها وبتحبها دي مش بتوفر احتياجات ولادك، مش بتوفر لهم المدارس اللي هم عايزينها او الحاجات اللي هم محتاجينها، فصدقني مش هتبقى مبسوط قوي بالحته بتاعت الشغف دي، لان مع الوقت هتكرهه. يعني قاعدين زي الفل، معانا كوباياتنا بسماعاتنا بقهوتنا بولعتنا. اهم حاجه يا جماعه بقى في القهوه عشان الوش التقليبه اللي في النص اللي هي قبل ما تخلص بشويه بس. طب يا جماعه حينما القهوه بتتعمل زي ما انتم شفتوا، عايز اوضح نقطه بسرعه جدا. والله ما فيش احسن من القعده زي كده ان انت تروق بالك. يعني مهم جدا ان انت كل فتره تيجي تعمل كده. مش هقول لك ما تخرجش او كده، بس تعالى افصل دماغك شويه، تعالى كده خد السيجاره بتاعتك او خد اي حاجه انت بتتبسط بيها، واقعد كده نبدا القهوه. خليكم معانا لحظه بلحظه ان شاء الله نصب بقى احلى كوبايه قهوه بوشها. فبدون برضو استطالة على حته الشغف دي، يعني حاول تختار حاجه. انا حاولت اعمل كده عن نفسي، حاولت اعمل حاجه بين الاثنين، يعني حاجه تكون اللي هو بين شغفي شويه وبين برضو انها توفر لي دخل مادي. نفترض مثلا الشغلانه اللي هي فيها شغفك هنا واللي بتاعت الدخل المادي هنا اللي هتوفر لك دخل مادي كويس، يبقى حظك حلو قوي طبعا لو الاثنين كانوا مع بعض من الاول. بس غالبا مش هو ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ان انت مثلا بتلاقي واحده هنا وواحده هنا. يبقى حلو قوي لو خليت ده ينزل وده يطلع، الاثنين بقوا قريبين من بعض. اي نعم مش هيبقى شغفك قوي، ومش هيبقى برضو نسبه 100% من الدخل المادي، لان اكيد ممكن تلاقي حاجات اعلى. بس اللي عايز اقوله ان يعني حاول تجيب حاجه بين البنين تبقى برنس. ومع الوقت بقى لو انت نفسك في حته الشغف دي، عادي يا عم لما تستقر شويه ماديا ابتدي اجري. ايه المشكله؟ انا عامل الفيديو ده بتوع الشباب بتوع ثانويه عامه، لان انا متاكد ان هم تايهين جدا زي ما انا كنت تايه في يوم من الايام. والله حلوه قوي يا احمد، حلوه جدا.
طب يا جماعه الدنيا ليلت زي ما انتم شايفين، وشربنا القهوه بتاعتنا، ومن عند هذه اللحظه اقدر ان انا اقفل الدوكيومنتري بتاعنا، ونشوفكم ان شاء الله في دوكيومنتري جديد وفلوج جديد. ولو حابين نتكلم اكتر بعد كده ان شاء الله على حاجات ليها علاقه بحاسبات، حابب انوه ان القناه محتوى مش هتغير يعني ونقعد نتكلم حاسبات بس، لا طبعا، بس يعني لو حابين برضو نتكلم على نعمل بلاي ليست مثلا على حاسبات، بس انا مريت بالتجربه دي. فكره في القناه اللي هي اسمها وليد دوكيومنتس، فهي من الاخر اي حاجه وليد عاشها وجربها. فلو حابين نتكلم شويه عن حاسبات، عن المجالات اللي فيها، عن سوق العمل اكتر، ازاي مثلا تذاكر، عن كلام زي كده، ممكن تكتبوا لنا في التعليقات افكار فيديوهات نسمع ان شاء الله جزء منها. ونشوفكم ان شاء الله في دوكيومنتري جديد وفلوج جديد، والسلام. مالكوش دعوه باللي ورايا ده، يعني هذا الكائن وكانكم مش شايفين، لا مؤاخذه يا جماعه. حسيت بايه بقى؟ حسيت بايه؟ ولا اي حاجه والله، انا ما كنتش جاي لك اساسا، بس لما لقيت في سبرتايه وكده قلت اجي يعني. بالتاتش انت هتحرق لي التليفون بالتاتش. مش عايزه تزيد والله، ما عايزه تزيد يا اسطى. قول معايا سلام، ها يعني خليك نايم ولما اقول ونشوف كلها ان شاء الله في دوكيومنتري جديد وفلوج جديد، تروح انت قايل سلام وتحط ايدك على دماغك كده، ماشي؟ ونشوفكم ان شاء الله في دوكيومنتري جديد وفلوج جديد، والسلام. سلام. الواد ده اكتشاف.